أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في أول خطاب يلقيه منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل شهر ونصف، دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الحوار لحل هذه الأزمة، مشددا على أن أي محادثات يجب أن تحترم السيادة الوطنية لبلاده، واعتبر أن الحياة تمضي بشكل طبيعي في قطر بالرغم من مقاطعة أغلب جيرانها، مؤكدا أنه آن الأوان لوقف تحميل الشعوب ثمن الخلافات السياسية بين الحكومات على حد تعبيره. وجدد أمير قطر انفتاح بلاده على كل الوساطات. في حوارنا اليوم نعود لبحث الأزمة الخارجية ونستضيف الدكتور عبد الرحيم منار أسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. أهلا بك دكتور منار أسليمي. أهلا وسهلا. كيف قرأت هذا الخطاب الذي جاء البارحة بعد طول الانتظار في الواقع؟ أولا الخطاب كان متوقع أن يكون الخطاب في الأسبوع الأول من الأزمة، ولكن الوساطة الكويتية أجلت هذا الخطاب، يأتي الآن بعد شهر ونصف وقعت فيه مجموعة من المتغيرات. أولا لاحظنا خلال هذا الشهر والنصف أنه كان هناك اشتغال خاصة بالنسبة لقطر على ما يسمى بدبلوماسية العلاقات العامة، وأيضا كانت دبلوماسية العلاقات العامة المضادة من طرف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. كان هناك خطاب أحيانا يكون فيه القانون الدولي حاضر، فيه توازنات القوى تتصارع، وأيضا خلال كل هذا الشهر والنصف. ولكن ليلة أمس الخطاب يأتي كنتيجة لكل ما وقع، فيه إشارة أولى بأن قطر لن تتنازل، بمعنى أنها تحافظ على خطوط حمراء، ومنها مسألة الجزيرة كان واضح، مسألة لما أشير إلى حرية التعبير. أيضا كانت هناك إشارة أخرى وهي الخلاف الكبير الذي سيكون حول قضية مفهوم الإرهاب. أيضا هذا الخطاب يبين بأن هناك محاور جديدة تتشكل إذا حاولنا أن نقرأه استراتيجيا. سنصل إلى هذه النقطة تحديدا. أنا أود فقط أن أفتح قوس معك. هل من خلال الخطاب البارحة يظهر لك بأن قطر هي في موقف مريح قياسا إلى الوضع الذي كانت عليه قبل شهر ونصف؟ هل تم استيعاب الأزمة؟ ليس في موقف مريح. لماذا؟ لأنه سنلاحظ المصطلحات التي استعملت. هناك مصطلحات لها علاقة بمسألة سيكولوجية، تعبئة، هناك مسألة المظلومية، هناك خطاب نحو شعوب الخليج يبين بأنها ليست في وضع جيد مقارنة مع الدول الأخرى. أكثر من ذلك، في لحظة معينة داخل الخطاب يشير بأن هناك صعوبات كانت لدى القطريين، ولكن هناك محاولة الانطلاق من جديد لما تدعو إلى مسألة الانفتاح، لما تشير إلى مجموعة من القرارات القديمة، لما تحاول أن تحافظ على سياستها الخارجية. ولكن هناك صعوبات، بمعنى اليوم سيكون من يقرأ الخطاب جيدا سيكتشف أن هناك لحظة استراتيجية تدخل الخليج نحو مخاطر جديدة. قد يقول قائل في هذه النقطة تحديدا بأن هناك بعض الإشارات التي ربما قرأها البعض على أساس أنها إيجابية، من ضمن ذلك ربما ما ورد بشأن التنسيق ما بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال محاربة الإرهاب، تعديل قانون الإرهاب الذي علقت عليه الإمارات وقالت بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح. هل نحن بصدد حلحلة الأزمة أم أن ولكن نقرأ من جهة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية. الإشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن نفهم لماذا بادر الأمريكيون إلى مسألة هذه المسألة ديال مذكرة التفاهم، وإلى توجيه مجموعة من الإشارات التي اعتبر البعض بإيجابية تجاه قطر. الهدف كان وهو احتواء قطر لكي لا تذهب نحو إيران، كان هذا هو الهدف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لا ننسى بأن الأمريكيين لما اجتمعوا بدول الخليج وبعض الدول العربية الإسلامية كان هناك محورين، محور إيران ومحور الثاني وهو مكافحة الإرهاب. إذا كان هذا هو الهدف، ولكن يجب أن نقرأ أيضا في موقف الإدارة الأمريكية. ليس هناك ارتباك، ولكن الرئيس ووزارة الخارجية، هناك ثلاث مستويات، والبنتاغون، هناك الرئيس وهناك وزارة الخارجية وهناك المؤسسة العسكرية. واليوم مثلا نلاحظ عودة الرئيس، هو اليوم يأخذ ملف عقوبة إيران، وهذا له دلالة، يأخذه من الخارجية ويصبح لدى البيت الأبيض لدى مجموعة من الخبراء
خبراء في البيت الأبيض. هذه حالة فريدة في الموقف الأمريكي. هذه حالة، ولكن الرئاسة هي التي تحدد، بمعنى الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية الرئاسة والمؤسسة العسكرية. ثم لا ننسى بأنه خرج الرئيس الأمريكي وتحدث على أنه من الممكن نقل القاعدة العسكرية، ولكن هذا الصراع لأنه في أمريكا هناك هذه المسألة ديال التراتبية، ولكن الرئيس هو الذي يحسم في نهاية المطاف، والكل يعرف بأن هناك نوع من التوتر. ألم يظهر وزير الخارجية أستاذي، ألم يظهر وزير الخارجية الأمريكي وكأنه رجل إطفاء الحرائق التي ربما تشعلها بعض المواقف، مواقف الرئيس الأمريكي تحديدا؟ وكلف بمهمة اليوم يبدو بأنه كلف بمهمة لم ينجح فيها، لم تنجح الوساطة الأمريكية في جمع مثلا الأطراف على طاولة الحوار. والدليل اليوم لما قلت بأنه يسحب منه ملف، معناه أنه سيسحب منه أيضا ملف المتعلق بهذه الوساطة نفسها. اليوم الوساطات تنهار، سواء الوساطة الأمريكية أو الوساطة الكويتية. وتصريحات الرئيس الأمريكي التي يشير بإمكانية نقل القاعدة العسكرية من قطر إلى دولة أخرى هو يبين أيضا أنه يتجاوز حتى المؤسسة العسكرية. لا ننسى بأن هذا الأمر يتعلق برئيس الدولة. ما تداعيات هذا الأمر والسيناريوهات الممكنة، لا سيما هل دول الخليج الأخرى المقاطعة السعودية الإمارات قادرة على الاستمرار في هذا المنحى، وهل هو سيكون مجدي؟ تداعيات الأمر أيضا على المحيط العربي، على مجلس التعاون الخليجي والمحاور. كيف يقرأ الدول الأخرى؟ كيف تقرأ بأن القرار داخل قطر، وكانت إشارة حتى الخطاب مثلا اعتبروا بأن هناك جهات متعددة ساهمت في هذا الخطاب، يشيرون مثلا بعض المصطلحات لما يتحدث أمير قطر عن القضية الفلسطينية وما يجري اليوم في الأراضي الفلسطينية، يعتبرون بأن هناك حضور لمستشارين منهم مثلا عزمي بشارة حاضرة هذه المسألة، وبعض الإشارات اللي هي واردة. قطر الجغرافية لا تساعد قطر، بمعنى لا تساعدها كثيرا، بل أكثر من ذلك. لاحظنا في الخطاب أنه يشير إلى دول ساعدت قطر ولا يشير إلى إيران، وإيران هي لها علاقات مع قطر، وهذه أعتقد من المشاكل الكبيرة. تركيا لا تشكل مشكل كبير، رغم أن اليوم نحاول أن نبحث مثلا عن القضايا. اليوم مثلا الملفات الموجودة بين هذه الأطراف، بين السعودية وقطر هناك إيران، وبالنسبة لإيران الكل يعرف بأن لديها علاقات وتنسيق استراتيجي مع قطر. بين الإمارات وقطر اليوم تتراكم الملفات، لم يعد فقط ملف الإخوان، ولكن أصبح هناك ملف آخر، وهو ملف الاتهام الذي وجه إلى قطر بأنها سربت معلومات، قادت معلومات وظفتها القاعدة ضد جنود إماراتيين. هذا ملف آخر. بين البحرين وبين قطر توجد أيضا إيران. مع مصر هناك ملفات كثيرة جدا. واليوم هناك الإشارة التي تأتي أيضا من مصر اليوم، وهي الإشارة ديال افتتاح أول قاعدة أو أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، الشيء الذي يبين قاعدة عسكرية في شمال الغرب. أمريكية؟ لا مصرية، وفيها حضور لدولة الإمارات اليوم حضرت، وأيضا السعودية والبحرين، شيء الذي يبين بأن المنطقة مقبلة على لحظة استراتيجية. ما معالم الاصطفافات؟ لماذا نهتم كثيرا؟ مثلا نحن اليوم نقرأ قراءة استراتيجية لأنها ستؤثر أولا الخليج، والخليج هو منطقة حيوية كبيرة في العالم، عكس ما يعتقد البعض مثلا يعتبر آسيا أو تحول العالم نحو آسيا، ليس صحيح. ثم المسألة الثانية يؤثر على الشرق الأوسط ككل، ويؤثر على شمال إفريقيا. لا ننسى بأن هذه المنطقة حيوية، والصراع اليوم هو موجود، والمحاور بدأت تتشكل: قطر، إيران، تركيا، روسيا، وإن كانت لا تظهر كثيرا في المشهد. ثم هناك الإمارات، السعودية، مصر، البحرين، الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب سيحسم هذه المسألة وسيتجه مع هل دول الخليج ترتهن بالقضايا الإقليمية على حساب أمنها القومي؟ دائما دول الخليج دائما تفكر في أمنها القومي من خلال ما يجري، بمعنى تعتبر بأن هي المنطلق، لأنها المنطقة اللي فيها قوة اقتصادية، فيها الموارد الطبيعية، الممرات البحرية، كل هذه الأمور لا ننسى بأنها دائما هي التي تؤثر في قضايا أخرى. مثلا ما يجري اليوم مثلا في سوريا، ما يجري في العراق، ما يجري في اليمن، له تأثير ينطلق من الخليج. ما هو قادم في ليبيا مثلا اليوم، يجب أن نقرأ جيدا هذه القاعدة العسكرية المصرية في شمال غرب مصر، فهي لها علاقة بما هو قادم في ليبيا. هناك معلومات كثيرة تقول مثلا بأن داعش الذي هو الآن ينهار
قد يكون الموطن الجديد وهو ليبيا أو الفلبين، ولكن ليبيا أكثر مرشحة، وهذا له تأثير حتى على شمال إفريقيا وعلى كل المخاطر التي هي قادمة. إذا هذه المنطقة حيوية، الأمن فيها يهم العالم ككل، بل أكثر من ذلك. مثلا أن الخلاف اليوم مثلا الذي ظهر أمس في الخطاب حول مفهوم الإرهاب سيكون له تداعيات. مثلا النظرة داخل دول الخليج هناك اختلاف وهو يظهر الآن. مثلا هناك ما تسميه قطر مثلا مقاومة، تسميه السعودية والإمارات بأنه حركات إرهابية، وهذا يؤثر. بمعنى الآن كان اتهام واضح في خطاب أمير قطر. طيب هناك مقاربات مختلفة لمفهوم الإرهاب أيضا بين هذه الدول. أنا بودي أن أسألك عن فرص نجاح الوساطة التركية. من المرتقب أن يزور الرئيس التركي قطر، السعودية، الإمارات. هل من حظوظ لتقدم الوضع نحو بشكل إيجابي؟ النظرة إلى تركيا في الخليج، خاصة لدى السعودية وغيرها، أن تركيا هي تحمل ما يسمى بالخلافة العثمانية. إذن هي مرفوضة، ويعرفون بأن لديها أطماع، وخاصة في مرحلة أردوغان. أكثر من ذلك، تركيا من الصعب جدا أن تلعب دور الوساطة. لماذا؟ لأنها اختارت منذ البداية ألا تكون محايدة، كانت مع قطر، ومن الصعب أن تلعب دور الوساطة. إذن الوساطة هي ميتة منذ البداية. حتى الكويت التي دائما معروفة تاريخيا تلعب دور الوساطة، هي اليوم تنشغل ويبدو بأنها تمشي نحو السعودية ونحو الإمارات من خلال الصراع مع إيران الذي بدأ الآن تخفيف التمثيلية الدبلوماسية والعلاقات الدبلوماسية مع إيران أيضا في هذا الاتجاه. بودي أن أسألك، هل هناك أيضا ارتباك في الموقف الخليجي نفسه؟ في البداية كان الحديث عن أن هذه الأزمة ستتم تسويتها وتطويقها داخل البيت الخليجي، بعد ذلك شاهدنا الوساطة الأمريكية، أيضا بوادر وساطة تركيا إلى غير ذلك. نفهم وبريطانيا وفرنسية، نفهم أكثر الصراع. فاليوم لما تخرج معلومات وتقول بعودة الأمير حمد وجاسم، بمعنى القيادة القطرية القديمة التي مع صراع مع الخليج. إذا اليوم هناك الصراع أن تميم هو ورث مشاكل هي موجودة منذ مرحلة أبيه، وهناك من يتحدث عن هذه العودة. إذا ننظر إلى المشاكل في المرحلة السابقة، ثم الدور الذي كانت تلعبه قطر في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا في مرحلة أوباما أن الحليف الرئيسي في الخليج كان هو قطر. اليوم تتغير التحالفات. إذا من صعب جدا بالنسبة لدول الخليج من خلال التطورات التي حدثت أن تجلس إلى طاولة المفاوضات. حتى المذكرة التي نتحدث عنها مثلا مذكرة التفاهم، والكل يعرف بأن مذكرة التفاهم ليس لها قيمة كبيرة من الناحية القانونية مقارنة مع الاتفاقيات من الناحية الإلزامية، فيبدو بأنها صيغة فكر فيها الأمريكيون من أجل استقطاب مرة أخرى قطر لكي لا تذهب نحو إيران. ولكن هناك خلاف اليوم. مثلا مصر لها مقعد في مجلس الأمن، وبدأت توظف كل الإمكانيات لكي تحرك هذا الملف وهذا الاتهام داخل مجلس الأمن، وهذا سيبين موقف الخارجية الأمريكية منحازا لقطر، أو على الأقل منتصرا لقطر في المرحلة الأخيرة، على الأقل من خلال تصريحات وزير الخارجية الأمريكي. من الصعب جدا ينبغي على دول الخليج أن تنهي القراءة. يجب أن نقرأ القراءة، حتى القراءة القطرية. في البداية لما وقع مؤتمر الرياض فهي كانت تنتظر بأنه سيكون هناك مشاكل للرئيس الأمريكي، ولكن لا يجب أن نقرأ زيارة أو التصريحات كاتب الدولة في الخارجية الأمريكي أو المؤسسة العسكرية بأنها دعم أمريكي لقطر. التحالف بين المملكة العربية السعودية وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أكبر وأقوى من حيث المصالح. لا ننسى بأن المملكة العربية السعودية قوة إقليمية في المنطقة تحدد كل الاستراتيجيات الممكنة. إذن ثانية لو سمحت لي، هل حققت الآن الدول المقاطعة السعودية والإمارات أهدافها الاستراتيجية غير لنقل من هذا الحصار؟ ليس هناك، يمكن أن نقول بأنهم يشتغلون على أهداف هي أهداف على المدى المتوسط والبعيد، وليس من يعرف جيدا النزاع لا يشتغلون على نتائج آنية. ولكن الآن تبين بأن هناك مشكل. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحيم المنارة سليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، على كل هذه التوضيحات بشأن الأزمة الخليجية وتفاعلاتها. تداركنا الوقت، آسف على المقاطعة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.